هنا بقى اقول لكم لو انتي بتحبي البساطه يبقى الميك اب ده ليكي. ميك اب بقى السنبله، الحاجه البسيطه، الحاجه الرقيقه، الحاجه اللي ما بتاخدش شغل كتير. يلا بقى تعالي اعلمك ابسط رسمه ميك اب عيون جلوي وفي نفس الوقت شكلها حلو قوي. اول حاجه ابتديت اخد الاغمق لون اللي هو الاورنج شويه من الباليت بتاعه جاكلين هيل، واخدت البروش دي بتاعه الحواجب وابتديت اعمل زي ايلاينر مموه بيها بطريقه بسيطه قوي. والايلاينر المموه بيبقى اسهل بكتير من الايلاينر اللي هو اللي احنا بنرسمه سواء بالبنسل او بالفرشه اللي هي الرفيعه. المموه حتى لو مش بتعرفي تظبطي بتقدري تتحكمي فيه اكتر من التاني. وابتديت اغمق اللون كده وادخل اللون شويه شويه على الجفن من العيون من جوه. ودلوقتي ابتديت اجيب بنسل بروش وابتديت ادمج الاطراف بتاعه الايلاينر اللي انا عملته. اخدت لون افتح شويه، يعني مش اورنج غامق، اخدت الاورنج الفاتح برضو من نفس الباليت بالشكل ده. شايفين؟ ابتديت اغمق الاطراف واطلع اعمل بلند على فوق من عند كسرة العيون بكل سهولة وبكل بساطة، بتبقى سهلة وحلوة قوي. ودلوقتي بقى ابتديت اغير البروش بتاعتي واخدت بلندنج بروش بس بتبقى اكبر شوية علشان اعمل البلند اللي هو من الزاوية الخارجية. وكمان هنا استخدمت بيجمنت لونه فاتح شيمر كده علشان يديني اضاءة تحت الحاجب. وبعد ما بحط البيجمنت الفاتح ببتدي برضو اعمل بلند للاطراف. وبالشكل ده اكون اخدت بيجمنت برضو لونه على زي ما انتوا شايفين من الباليت على بني فاتح. يعني هي حاجة بس تديني جلوي كده للعيون. يعني الميك اب ده معتمد، يعني هو شكله حتى لما ارفع العيون كده هتشوفوها هتلاقوها جلوي قوي، فشكله حلو ورقيق رقيق جدا. وهنا استخدمت البيجمنت اللي هو اللوز ده اللي هو بيبقى في الباليت الصغيرة، وعشان بس ازود الاضاءة عندي وتديني ضي شكله حلو. وبس كده اكون خلصت رسمة العين. شايفين حلوة قوي ازاي؟ وبجد سيمبل قوي. يعني كمان انا في الميك اب ده مش هركب لكم رموش، حتى لو انتي مش بتركبي رموش ومش هتركبي رموش فرسمة العين دي هتبقى شكلها حلو مع الماسكارا بس. يعني حطيتي لاير او يعني حطيتي لاير من الماسكارا او كذا لاير فهتديكي كثافة الرموش فهتبقى شكلها حلو قوي. وابتديت هنا اعمل الكونتور بتاع النوز بالشكل ده وبالطريقة دي. ببتدي اغمق من اول الاطراف وبطلع باللون البني على اول خط الحاجب علشان اظبط معايا رسمة الكونتور. انا حتى يعني وانا ماسكه العيون السيليكون دي حاساها حاجه رقيقه قوي قوي. ودلوقتي ببتدي بقى اعمل الزاويه بتاعه الكورنر بتاع العين، بس بعمله بنفس اللون اللي هو الاورنج الغامق وهتقل شويه بالبني. يعني مستخدمتش اي بنسل لاينر او اي حاجه، انا استخدمت نفس البروش اللي انا عملت بيها هي اللي عملت بيها الكورنر بتاع العين. وبالشكل ده ببتدي ادخل اللون البني الغامق عند اول الرسم بتاعتي. شايفين شكلها حلو بجد ورقيقه قوي، عجباني قوي قوي. ان شاء الله تعجبكم يا بنات وتجربوها بتستفادوا من الفيديوهات اللي انا بعملها لكم، وكمان تتعلموا حاجات جديده وخطوات جديده في الميك اب انتم ما كنتوش بتعرفوا تعملوها. فيا رب اكون بقدر افيدكم ويا رب تكونوا مستمتعين بالفيديوهات بتاعتي. وبس كده ده يكون الفاينل لوك بتاعت رسمة العيون بتاعت اكتر رسمة سيمبل انت ممكن تعمليها وكمان بطريقة سهلة جدا جدا. وده يكون الفاينل لوك. هتوحشوني قوي. باي.